المساعده ديال 500 الاورو خاصه بربات البيوت رجعت لكم من جديد، او لا ماشي رجعت من جديد وانما زادوا فيها في 2023. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنظن غبرت عليكم شويه. هاد المساعده هذه يومين باش هضرت عليها الكومبانيره ديالي امينه في التيك توك ديالنا. التيك توك ديالنا هو هنا دائما كنحطوا فيه فيديوز صغارين وفيهم معلومه دغيا باش توصل، ولكن ديتايز طبعا كما كتعرفوا كنشروهم هنايا في اليوتيوب. اليوم غنهضر لكم على هاد الايوضه ديال 500 الاورو الخاصه بربات البيوت. شكون هما ربات البيوت؟ واش هما النساء اللي خدامين في الديور، يعني عاملات منزليات؟ ربات البيوت هما النساء اللي خدامين في الديور ديالهم، يعني كيقوموا بالواجبات ديالهم المنزليه مع وليداتهم ومكلفين بالاسره ديالهم، ولكن طبعا ما كياخذوش عليها اجره، حيت في اسبانيا فكرت في هاد النساء هادو وقررت انها تعمل لهم واحد المساعده، واحد المنحه اللي هي عباره كما قلت على 500 الاورو في 2023. طبعا 2022 كانت هذه المساعده عباره عن المبلغ ديال 460 ديال الاورو، يعني الناس اللي كانوا كيستافدوا منها بزاف كانوا كيستافدوا منها من النساء كيحصلوا على هذا المبلغ هذا. هذه السنه كما قلت لكم بدات في شهر واحد، هي بدات يعني انطلقت ديجا وغتستمر على مدار السنه، يعني ما كاينش واحد الفتره محدده. شكون اللي كيقدمها؟ كتقدمها الرينتا هي اللي كتقدم هذه الايوضه، ولكن ملي نجي ندفع واش غندفع في الرينتا؟ الجواب هو لا. ماس ديتايز غندخلوا فيهم دابا وغنوريكم فين ممكن انكم تدفعوا وكيفاش ممكن انكم تدفعوا، والاهم من كل شيء هذا الشيء شكون اللي ممكن يستافد منها. واش جميع النساء ممكن انه يستافدوا منها اللي يعني جالسين في الديور ديالهم؟ الجواب هو لا، فقط النساء اللي في عمرهم ما بين 45 سنه حتى 65 سنه، يعني ماشي اقل من 45 سنه وماشي اكثر من 65 سنه. شكون هما هاد النساء؟ واش اي امراه في الدار ممكن انها تستافد؟ لا، كاين بعض الشروط اللي خصهم يتوفروا في هاد الاشخاص اللي غيتقدموا لهاد الرينتا ديال انسيرسيون الاسميه ديالها، ولكن طبعا معروفه بالعربيه بالمساعده ديال ربات البيوت اماس دي كاسا. الشرط الاول هو انه كما قلنا العمر ديالك ما يفوتش 65 سنه. الشرط الثاني ما كتستافدش من شي مساعده اخرى بحال انغريسو مينوريتار بحال وبحال المساعده ديال الكيلير ديال 400 الاورو او لا المساعده ديال 200 الاورو ديال الكيلير. المهم ما تكونش عندك شي مساعده كتشدها من الدوله. ثالث حاجه هي ما يكونش الدخل الاجمالي اللي كيدخل لكم للدار سواء انت مع راجلك او لا مع وليداتك، يعني كاملين بكم كتخلصوا مثلا من شي بلاصه خدامين ولا ما خدامينش، وطبعا كتخلصوا المبلغ اللي ما يفوتش 1000 ديال الاورو. طبعا الا جينا نحسبوا هاد 1000 الاورو ما خصهاش تفوت سالاريو مينيموم ديال 1000 الاورو كما قلنا، واللي هو محدد في 75%. الا جينا نحسبوا في الشهر شحال غادي يجي للشخص اللي ممكن انه يقدم لهاد الايوضه، خاص ما يفوتش 750 او 760 ديال الاورو. طبعا كاينين شروط اخرى اللي خصهم يكونوا كيتوفروا في هاد النساء هادو اللي غيتقدموا لهاد المساعده. اولا تكون مسجله في لينيم، ولكن مسجله في لينيم ماشي مسجله مثلا سمعتي بهاد الايوضه اليوم وغدا غتمشي تسجلي وتدفعي هاد الايوضه، لا، خاص تكوني مسجله في لينيم لمده سنه، وكل 3 شهور كتمشي تسيني في هاد لينيم، يعني كتجددي اللينيم ديالك كل 3 شهور، حيت معروف بانه لينيم ضروري خصك كل 3 شهور تجددو. حاجه اخرى جد مهمه، النساء ضحايا العنف او لا فيكتيماس دي فيولينسيا دي خينيرو حتى هما ممكن يستافدوا من هذه المساعده. ملي كنهضروا على فيكتيماس دي فيولينسيا دي خينيرو، واش الا كنت انا فيكتيما ويعني تعرضت للعنف غادي نمشي هكذا وصافي؟ ضروري لا، خصك تكون عندك واحد السيرتيفيكا كتبين بانه تعرضتي للعنف وما كتعيشيش مع الشخص اللي عنده. كاينين ناس اخرين اللي ممكن يستافدوا منها، اللي كانوا خدامين وما بقاوش خدامين، حتى هادو ممكن انهم يستافدوا من هذه المساعده هذه. الناس او لا النساء اللي عندهم اطفال عندهم الاعاقه ضروري خصها تحدد من طرف الطبيب، طبعا يعني تكون عندكم واحد الترخيصه وفيها النسبه ديال الاعاقه اللي عند الاطفال ديالكم. الاطفال القاصرين فقط هما اللي ممكن انك تدفعي بهم لهذه المساعده. هذا جد مهمه، شنو هي الحاله اللي ممكن ما يعطيونيش فيها الايوضه او لا كتعطي لي الايوضه وغيحيدوا الناس كيوقعوا فيها؟ هي الا ما كنتيش كتسني كل 3 شهور في لينيم، مثلا دفعتي الايوضه وتعطات لك ولكن موراها ما بقيتيش كتمشي تسني في لينيم، في هذه الحاله ممكن يحيدوا لك هذه الايوضه، حيت غادي يعرفوا طبعا
حاله ثانيه هي الا سافرتي مثلا، مشيتي للمغرب، نقولوا كنموذج، مشيتي للمغرب ودوزتي تما اكثر من 3 شهور وما بينتيش علاش مشيتي للمغرب مثلا دوزتي تما اكثر من 3 شهور. علاش؟ كيفاش نبين انني كنت في المغرب مثلا لمده 3 شهور ولكن كانت عندي ضروره قصوى؟ شنو هما الحالات اللي ممكن يستاهلوا فيهم؟ الحاله الاولى مثلك احد الاشخاص من افراد العائله المقربه، كنهضر على العائله المقربه. هذه الحاله هذه ممكن يتساهلوا معكم حيت كتجيب معاك شهاده ديال الوفاه ديال احد الاقارب ديالك. طبعا الحاله الثانيه الا كان شي واحد مشى يتزوج في المغرب مثلا، شي وحده ولا واحد هبط مثلا من اسبانيا ومشى يتزوج في المغرب، في هذه الحاله حتى هي كتجيب العقد ديال الزواج وكتبين بانه كنتي كتزوج وكان عندك تراميتي ديال الزواج. حنا عارفين هذا الشيء كيدي الوقت، سورتو حنايا في المغرب اللي كيوجد العراسات كيطول شويه. او لا حاله المرض المزمن ديال احد الافراد العائله، ولكن كنعاود ناكد بانه العائله المقربه جدا، يعني الاب الام الزوج الزوجه الابن الابنه، هادو هما بالنسبه لهاد المساعده اللي كيعتبروهم قرابين بزاف. الوثائق المطلوبه باش ندفع لهاد المساعده، كاين مجموعه من الوثائق اللي ممكن انكم تجمعوهم. فين اولا ممكن ندفع؟ واش خصني ندفع اونلاين ولا بريسنتيال؟ في جوج الحالات ممكن تدفع فيهم. الا عندك سيرتيفيكا دو ريخيتال غادي تدفع اونلاين، الا ما عندكش سيرتيفيكا دو ريخيتال غادي تمشي للسي بي، حيت غادي تدفع في السي بي وغادي تدي الملف ديالك. ولكن قبل خاصك تشد واحد الثيتا بريفيا، خذها من الموقع ديال السي بي. الا ما عرفتوش تواصلوا معنا، حنا نقدروا نعاونكم ونشبروا لكم هاد الثيتا هذه باش تمشيو تقدموا الدوسي ديالكم. قبل ما نذكر لكم الوثائق المطلوبه باش تدفعوا، يعني باش توجد الدوسي ديالك، دابا صافي عرفنا شكون اللي ممكن انه يستافد من هذه المساعده، غادي ندوزوا للوثائق. قبل بغيت منكم واحد الحاجه، الا كانوا المعلومات اللي كنقدموهم لكم زوينين كتستافدوا منهم، عاونونا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ديال الناس. الغرض منا دائما كما كنقول هو اننا ننشروا المعلومات الصحيحه للناس باش يستافدوا منهم، ماشي شي غرض اخر ربحي، حيت هذه الجمعيه 100% مجانيه. جميع الحاجات اللي كنديروهم وكنقدموهم للناس مجانيين، يعني ما تخسر حتى حاجه. ندوزو للوثائق المطلوبه. اولا الا كان عندك نيه او لا ديني او لا ناسيوناليداد، في ثلاثه الحالات ممكن تدفع لهذه الايوضه هذه. يعني واضحه، الناس اللي ما عندهمش الوراق للاسف هذه المساعده ماشي ديالهم، ربما غادي يخرجوا مساعدات اخرى كنتمنوا ذلك طبعا، حيت الناس اللي ما عندهمش الوراق محرومين بزاف ديال المساعدات فعلا. الاستماره ديال هذه المساعده غادي تجبدها من الموقع طبعا ديال السي بي، غتكون تما. ولكن انا غنخلي لكم هنايا تحت هذا الفيديو في الديسكريبسيون غنخلي لكم تما الموقع فين غادي تدخلوا مباشره، وطبعا غتجبدوا من تما ديك الاستماره باش نسهل عليكم العمليه في حاله ما اذا كنتوا نتوما باغيين ديروها بوحدكم. الحاجه الثانيه خص يكون عندك حساب بنكي بالاسم ديالك، يعني الا كنت انا اللي غنقدم لهذه المساعده سميتي شيرين، خاص الحساب البنكي يكون بسميتي ماشي بسميت الزوج ديالي ولا بالابن ديالي. يعني اللي ما عندوش حساب بنكي خصو يمشي يفتح حساب بنكي. الوثيقه الاخرى الحاله المدنيه ديالك، خاصك تجيب الحاله المدنيه ديالك. طبعا العقد ديال الزواج الا كنتي مزوج، طبعا الا ما كنتيش مزوج وكنتو باريخه ديال اتشو طبعا خصكم تمشيو للريغسترو سيفيل وتجيبوا الوثيقه ديال باريخه ديال اتشو. واخر حاجه هي الديكلاراسيون ديال الرينتا ديال العام، طبعا خاصك ضروري حتى هي تجيبها وتقدمها. كنظن حتى لان كنكون استوفيت هذه المساعده وكلشي الشروط ديالها. كنتمنى نكون جاوبت على جميع تساؤلاتكم. طبعا كما كنقول دائما مرحب باي تساؤل عندكم، ما تنساوش خليوه لينا هنايا اسفل هذا الفيديو، واكيد غنجاوب على جميع تساؤلاتكم قدر المستطاع. حتى لان كنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى المعلومات يكونوا فادوكم وطبعا تستافدوا من هذه المساعده. وما تنساوش سبسكرايب في القناه ديالنا باش هكذا يوصلكم الفيديوهات المقبله. نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.